اهلا بيكم طلاب تالتة اعداد، اتمنى تكونوا بخير دايما. في الفيديو ده هنحل فكرة مهمة جدا على الوحدة الاولى، لكن زي كل فيديو يا ريت ندعم الفيديو واشتراك في القناة. وخلي بالك بيكون في سؤال اخر الحصة بتجاوب عليه بنفسك وتكتب الاجابة بتاعته في التعليقات. السؤال بيقول لي: تحركت سيارة ودراجة من نفس الموضع وفي نفس الاتجاه، تمام، فإذا كانت سرعة السيارة 70 متر على الثانية وسرعة الدراجة 20 متر على الثانية، فإنه بعد مرور 3 دقائق تصبح المسافة بينهما نقط كيلومتر. في الأسئلة اللي زي كده بنقسم صفحتنا لجزئين، الجزء الأول يكون للسيارة والجزء التاني للدراجة. هو بيقول لي سرعة السيارة كانت بكام؟ كانت ب70 متر على الثانية. طب وسرعة الدراجة بكام؟ سرعة الدراجة 20 متر على الثانية. الزمن اللي هتستغرقه السيارة والدراجة هو بيقول لي بعد مرور 3 ثواني. بعد مرور 3 ثواني على ايه؟ على السيارة وعلى الدراجة. يبقى هو عاوز الزمن بتاع السيارة يكون ب3 ثانية والزمن بتاع الدراجة يكون ب3 ثانية، لأن كده هو وحد الزمن. هنجيب المسافة للسيارة. ف هتساوي عين في زين تساوي 70 في 3. نفس الكلام هنعمله للدراجة. عين في زين سرعة في زمن 20 في 3. أولا المسافة اللي هتقطعها السيارة هتبقى 210، ونركز في الوحدات، 210 متر، تمام. والمسافة اللي هتقطعها الدراجة هتبقى بكام؟ هتبقى ب60 متر. علشان نجيب المسافة بين السيارة والدراجة، علشان نجيب المسافة بين السيارة والدراجة هنطرح. ليه هنطرح؟ خلي بالك هنا هو بيقول لي تحركت سيارة ودراجة من نفس الموضع، تمام، وفي نفس الاتجاه. نفس الاتجاه لما كنا بنجيب السرعة النسبية كنا بنطرح ولا بنجمع؟ كنا بنطرح. نفس الكلام في المسافة. نفس الكلام في المسافة. هنطرح مسافة اللي هتقطعها السيارة ناقص المسافة اللي هتقطعها الدراجة علشان نجيب المسافة بينهم. هتبقى 210 ناقص 60 هتطلع لي بكام؟ هتطلع ب150. ونركز في الوحدات برضو، متر، 150 متر. طب هو في السؤال عندي طالبها بالكيلو متر، طالب المسافة تكون بالكيلو متر مش بالمتر. علشان نحول من متر إلى كيلو متر بنعمل إيه؟ بنقسم على 1000. نقسم 150 على 1000. تطلع معايا المسافة بين السيارة والدراجة ب15 من 100 كيلو متر. يبقى الإجابة معانا هتبقى 15 من 100. وبكده نكون انتهينا من حل الفكرة. فكرة مهمة جدا واتكررت قبل كده في امتحانات، فياريت نهتم بالفكرة دي. زي ما حلينا السؤال وشرحناه، لما يديني جسمين متحركين اروح قاسم الصفحة، اكتب معطيات الجسم المتحرك الاول وبعد كده الجسم المتحرك التاني، ابدأ بعد كده اطلع نواتج الجسم الاول ونواتج الجسم التاني واشوف ايه المطلوب. المطلوب في السؤال ده كان المسافة بينهما. المسافة بين السيارة والدراجة بما ان هما بيتحركوا في نفس الاتجاه، يبقى هنطرح ولا هنجمع؟ يبقى هنطرح، تمام. يبقى هنجيب مسافة السيارة والمسافة اللي هتقطعها الدراجة
هنطرحهم من بعض هيديني المسافة ما بينهم، طلعت بالمتر والسؤال طالبها بالكيلومتر. يبقى هنقسم على 1000 علشان نحول من متر إلى كيلومتر. قسمنا 150 على 1000 طلعت لنا ب15 من 100 كيلو متر. كده احنا انتهينا من شرح وحل فكرة السؤال. ندخل على آخر حاجة، سؤال الحصة. سؤال حصتنا بيقول لي إذا وضع جسم مضيء على بعد 25 سنتي من عدسة محدبة بعدها البؤري 20 سنتي، تتكون له صورة على بعد نقط سنتي من مركزها البصري، هل هتبقى 10 15 40 100 سنتي؟ يا ريت نحل السؤال ده ونكتب الإجابة بتاعته في التعليقات. طيب كده نكون انتهينا من حصتنا، اتمنى تكون استفدت. حلينا سؤال على الوحدة الأولى، وسؤال حصتنا على الوحدة التانية، علشان نبقى بنراجع وبنلم المنهج كله ومفيش أي معلومة ننساها. يا ريت نراجع أول بأول ونحل أسئلة باستمرار، وأشوفكم على خير في الفيديوهات اللي جاية.